مرحبا بكم في بريف سبور. الترجي الرياضي يرفض رسميا خوض مباراة ديربي العاصمة قدام النادي الافريقي لحساب الجولة الثالثة مرحلة بلاي اوف البطولة الوطنية في توقيت ولا محدد ماضي ساعة ونصف في شهر رمضان. هيئة الأحمر والأصفر طالبت مكتب الرابطة بتعيين الماتش في الليل، خاصة مباريات الشامبيونز ليج قد تلعب في ساعة متأخرة في انتظار رد الرابطة. نذكروا مقابلة مبرمجة نهار 16 أو 17 مارس. في نفس السياق النادي الصفاقسي يراسل المكتب على الرابطة الوطنية بخصوص مباراة ضد النادي الافريقي لحساب الجولة الأولى من مرحلة البلاي اوف المقررة باش تلعب نهار 6 مارس. هيئة السي اس اس طالبت الرابطة بتأخير توقيت المواجهة من الساعة ونص للخمسة متاع العشية بهدف تمكين جماهيرها من مواكبة الماتش اللي يدور وسط الأسبوع، في انتظار كذلك رد الرابطة للفريق البارح كان فاز في مباراة ودية على جمعية تريان 2-1. مادام حكينا على الجولة الأولى من مرحلة التتويج، خلينا نعطيكم النقل التلفزي. نهار الثلاث 5 مارس الخمسة متاع العشية الترجي الملعب التونسي منقولة على الوطنية الأولى وكذلك الكأس الرابعة. نهار الأربعاء ماضي ساعة ونص مبدئيا نادي الصفاقسي النادي الأفريقي باش يتعدى على الوطنية الأولى وكذلك قناة الكأس الثانية. والخمسة الاتحاد المونستيري يواجه نجم الساحلي في دربي الساحل منقولة على الوطنية الأولى. المنتخب التونسي سيدات يفشل في الترشح لأولمبياد باريس 2024 بعد ما تكبد خسارة ثقيلة البارح قدام ضيفه المغربي بنتيجة 4-1 بعد الخسارة في تونس الأسبوع الماضي في الذهاب 2-1. في الهوند اليوم باش تلعب ديربي العاصمة الترجي يستضيف النادي الأفريقي في قاعة رادس بداية الخمسة، آخر مباراة في المرحلة الأولى من البطولة باش تكون شكلية بما أنه الزوز فرق كانوا ضمنوا تأهلهم لمرحلة البلاي اوف، الترجي في الصدارة والأفريقي في الوصافة. مقابلة تنجموا تتابعوا على القناة الوطنية الثانية. نبقاو مع الهوند الترجي باش يكون ممثل تونس في نسخة 40 من بطولة افريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس اللي باش تدور ب 18 و 28 افريل القادم بمدينة وهران الجزائرية. كان هذا كل شيء في بريف سبور، قدموا لكم حمد علي طلب. تابعوا بقية اخبارنا على موقعنا توزوريك.com، لايك وبارتاج باش يوصل اكثر اخبار. باي باي.